الله عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة من القناة ديالكم منبر الخبر. دائما إخواني أخواتي متابعة لمستجدات الأحداث. في هذه الحلقة إن شاء الله ارتئينا أننا نتكلم لكم على بعض المواضيع أو الأخبار ديال آخر الساعة الرياضية. في هذه الحلقة إخواني أخواني غادي نتكلموا على موضوع ديال الافتتاح ديال كأس إفريقيا للفوتسال بالمغرب، والمباراة اللي شهدت تألق العناصر الوطنية للمنتخب المغربي والفوز على منتخب أنغولا. الموضوع الثاني موضوع اللي هو خطير، وهو نتاع اللاعب المغربي حمد الله اللي تعرض لضرب بصوت من حديد من طرف أحد المشجعين بالدوري السعودي. إذا الموضوعين إن شاء الله نحاولوا نتكلموا عليهم في هذه الحلقة بالتفصيل. إخواني أخواتي وانتم كتشاهدونا أو كتابعونا على قناة المنبر الخبر، نرجو منكم بطبيعة الحال الاشتراك معنا في القناة، تعليق البناء بطبيعة الحال باش نزيدوا نطوروا من الأداء ديالنا، واضغطوا على زر الإعجاب إن شاء الله باش يوصلكم أي جديد. إذا إخواني أخواتي شكرا لكم مرة أخرى، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. اخواني اخواتي، كيف ما قلنا في الموضوع الاول المتعلق بالافتتاح ديال كاس افريقيا للامم بطبيعه الحال ديال الفوتسال، وهذا الافتتاح كان بطبيعه الحال ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الانغولي، وكانت من قبل منه مقابله اخرى. لكن اللي ما كيهمنا في هذه الحلقه هو الفوز التاريخي للمنتخب الوطني ب5 أهداف مقابل 2 امام المنتخب الانغولي. بدايه جد موفقه للعناصر الوطنيه بقياده المدرب الدكيك، فكل ما ابنوا عليه المنتخب الوطني من علو كعب ديالو تقنيا وما الى ذلك غادي يجعلو يزيد ان شاء الله في التصنيف ديال الفيفا بطبيعه الحال، ويربح حوالي نقطتين كيف ما قالوها مجموعه من المتتبعين. ان هذه الخطوه اخواني اخواتي ديال الفوز على المنتخب الانغولي غادي تفتح الباب للتاهل للدور الثاني للمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي باش يحاول يحافظ على اللقب ديالو ديال كاس افريقيا. كنا كيعرف القوه ديال المنتخب الوطني المغربي في الفوتسال على الصعيد العالمي، وبطبيعه الحال لا يخفى على احد يعني المقابلات او حوالي 90 مقابله وديه اللي كان جرى المنتخب الوطني السنه الماضيه، وبالتالي فهو يعد من اقوى ويعني ارقى المنتخبات العالميه للفوتسال. اخواني اخواتي بطبيعه الحال فهذا الموضوع ديال كاس افريقيا يتابعوه مباشره على الاولى بطبيعه الحال او الرياضيه، وبالتالي فالاخوان مدعوون للحضور بكثافه لتشجيع العناصر الوطنيه بطبيعه الحال بالرباط في قاعه المغطاه ديال مولاي عبد الله. الموضوع الثاني الموضوع محزن شيئا ما، وهو الضرب بالصوت للاعب حمد الله مقابله من الدوري السعودي. حمد الله كيتعرض للتعنيف من طرف مشجع سعودي بطبيعه الحال بالصوت، وخليكم مع هذه الصوره اللي كتبين يعني كيف ما كتشوفوا معنا المكان ديال الضربه بطبيعه الحال بالصوت من حديد. وغنخليوكم الاخوه الاخوات تابعوا على هذا الفيديو والطريقه اللي وقع بها هذا الشجار. إذن يا إخواني أخواتي كيف ما شفتوا فحمد الله مشى لهذا المشجع السعودي وخوى عليه الماء بطبيعة الحال، وكيف ما كتشوفوا ردة الفعل ديال المشجع السعودي اللي ضرب حمد الله بالصوت ديالو لولا تدخل بعد يعني الأمن لكان هناك يعني تطورات الامور الى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي فالسؤال المطروح هو كيفاش هذا المشجع السعودي تمكن من الادخال ديال صوت من حديد الى داخل الملعب ويقوم بهذا العمل اللي كيتعدى يعني سابقه في كره القدم، ان اللاعب ان احد من الجمهور يجلد لاعب كره القدم في دوري يعني من الدوري ديال كره القدم. اذا هذا فتم يعني بطبيعه الحال ان حمد الله توجه للمصالح ديال الامن باش يحط يعني شكايه في الموضوع، ولنا عوده ان شاء الله في الحلقات القادمه باش نشوفوا اخر تطورات اللي وقعت للاعب المغربي حمد الله. اذا اخواني اخواتي هادو موضوعين رياضيين بامتياز، هو الموضوع المتعلق بكاس افريقيا للفوتسال وهذا الضربه اللي تلقاها بطبيعه الحال حمد الله بالدوري السعودي.
إذا إخواني أخواتي، وأنتم تابعتوا معنا هذه المادة الإخبارية، المرجو منكم دائما نذكركم بالاشتراك في القناة باش يزيد يكبر الصوت ديالها. بطبيعة الحال القناة اللي هي كتدافع على الوحدة الترابية للمملكة وكتجيب لكم الأخبار ما هو وطني وما هو دولي بطبيعة الحال، وكنحاولوا إن شاء الله نفصلوا يعني الأخبار أو نحلوها بطريقة اللي هي جد بسيطة بطبيعة الحال باش يكونوا عندنا متابعين من جميع أنواع أو جميع المستويات. إذا إخواني أخواتي، دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة قادمة بحول الله.